بقالي كتير ما عملتش اي حلقه، بقالي كتير ما اتكلمتش على حاجه، بقالي كتير ما عملتش اي حاجه، اي كونتنت على اليوتيوب او البودكاست او البلوج. ف آه، قلت اعمل حاجه كده خفيفه. انا كنت مختفي حبه بسبب كان عندي شغل كتير شويه ومشروع تخرج ودراسه وكده، ف كانش عندي وقت خالص ان انا اعمل حاجه زي كده، وكنت بحضر كام حاجه كده. ان شاء الله تعجبكم. بس الحلقة دي تحديدا انا حبيت اعملها علشان بتسأل السؤال ده كتير جدا: بتجيب افكار منين؟ بتعمل او بتبدأ في البروجكت دي ازاي؟ يعني اسئلة عموما اللي هو آه، احيانا بيبقى الاجابة بتاعتها بديهية، واحيانا الاجابة بتاعتها ملهاش، يعني ما اعرفش اجاوبها. فجمعت كام سؤال كده واحاول اجاوب عليهم النهارده، بحيث ان هم يبقوا point of reference للناس بعد كده. آه، مبدئيا السايد بروجكتس يا جدعان مش لازم تبقى حاجه كبيره. السايد بروجكتس ايه هي اصلا؟ انت دلوقتي طالب مثلا فحابب تتعلم تكنولوجي، فهتعمل بروجكت بالتكنولوجي دي، ده كده سايد بروجكت. انت هتعمل سايد بروجكت هتتعلم فيه التكنولوجي دي، صح؟ سواء بقى مشيت مع توتوريال، سواء مشيت مع كورس، سواء عملت انت حاجه من دماغك وبداتها ولحد ما تخلصها بايدك، مش فارقه. المهم ان انت دي حاجه انت شغال عليها جنب الحاجه الاساسيه اللي انت بتعملها في حياتك. ممكن بقى السايد بروجكت تكون بتعمله بهدف الربح، زي مشروع الكتاكيت اللي بنقعد احنا واصحابنا على القهوه نتفق عليه ده، او ان انت مثلا تفكر ان انت تعمل سيرفيس، او تفكر ان انت تعمل برودكت يتباع، او ايا كان. المهم ان انت لو طالب، فانت السايد بروجكت بتاعك هيبقى عباره عن مثلا بروجكت في الحاجه اللي انت بتدرسها. لو انت شغال فالسايد بروجكت ده هيبقى مثلا ممكن يكون اكسبيرمنت، ممكن يكون سكريبت، ممكن يكون اي حاجه عادي عموما. مفيش كاتيجوري ليفل ومفيش ريكوايرمنت على السايد بروجكتس، عادي. والسايد بروجكتس عموما زي ما قلت مش لازم تبقى كبيره، مش لازم تبقى كبيره خالص. يعني مثلا انا من كام اسبوع كان عندي دول مونيتور سيت اب، عندي شاشه اكسترنال بجانب الشاشه بتاعت اللابتوب. فلما كنت باخد سكرين شوت كان بيطلع الفايل في الشاشتين جنب بعض. قعدت يومها اعمل سكريبت. السكريبت دي احتجت فيها حاجه تقص الصور، فاحتجت لايبرري. انا كنت اعرف ان في حاجه اسمها اف ام باج، بس كنت محتاج حاجه بنود اي بي اي، فدخلت دورت لقيت لايبرري نيتيف بتعمل الموضوع. فبدات ان انا احتك شويه بالنيتيف بلجنز، او اللي هي النود جي اس ادونز، النيتيف ادونز. ودي توبيك انا ناوي اتعامل بيها قريب، او هعمل بيها حاجه قريب يعني. وحابب ان انا اختلط بيها، فاختلطت بيها عادي جدا. واتعلمت اللايبرري بتشتغل ازاي، واستعملت اللايبرري في ان انا اكتب السكريبت كانت حوالي 30 سطر بالكتير قوي، وخلصت السكريبت دلوقتي. اللي هي بتعمله ان هي شغاله اول ما بتلاقي باستعمال الفايل سيستم بتاع نود، اول ما بتلاقي ان حصل ان في فايل اتكريت، اللي هو سكرين شوت، يعني فولدر السكرين شوتس، تقوم واخده الصوره اسمها نصين، نص للشاشه بتاعت اللاب والنص التاني للشاشه الاكسترنال، وتطلعها في فايلين عادي جدا، تمسح الفايل الاصلي عادي. ده كده كان سايد بروجكت قعدت عليه مثلا ساعة يومها او ساعتين، وخلصتها وكانت شغالة زي الفل. مش لازم عادي يعني، مش لازم يبقى حاجة كبيرة. من 6 شهور او سنة كنت شغال على البروجكت ده كان فول ستاك، كان فيه فرونت اند وباك اند وكل حاجة معمولة فروم سكراتش. كل الكومبوننت لايبرري معمولة فروم سكراتش، الباك اند معمولة فروم سكراتش، كان جرافيك يو ال كان معمولة ديبلوي على امازون ويب سيرفيسز، وي وي وي. كان شغل تيم كامل عادي. ده كان سايد بروجكت برضو. فمش لازم السايد بروجكت لما تيجوا تفكروا، مش لازم السايد بروجكت ده يكون فكرة ضخمة. انا مش لازم افكر انا عايز اعمل حاجة تبقى كبيرة، حاجة هيبة. مش لازم حاجة هيبة، انت بتتعلم يعني. مش لازم نصعب الدنيا على نفسنا. مين المفروض يبني سايد بروجكتس؟ اي حد، سواء لسه اول مرة ليك في المجال، سواء اتعلمت تكتب سطرين جافا سكريبت، سواء اتعلمت فريم ورك، سواء انت جونيور، سواء انت سينيور، سواء انت اركتكت بقالك 15 سنة في المجال، مش فارقة عادي. سايد بروجكت انت قدامك مشكلة وعايز تحلها، سواء عايز تحلها لنفسك، عايز تحلها لحد تاني. م- يعني مهم ان يعني انت دلوقتي حابب في دماغك فكرة، او في قدامك مشكلة عايز تحلها، عايز تبني حاجة. الحاجة دي ممكن تكون سكريبت، ممكن تكون بروجكت كبير، ايا كان يعني. طب بتجيب الافكار منين؟ الافكار عموما 100% الناس كلها بيجي لها افكار.
لو ما بيجيلكش افكار خالص، فانت ممكن عادي تخش على حاجه زي جوجل وتكتب، لو انت مثلا نوت جي اس ديفلوبر هتكتب توب 10 نوت جي اس ديفلوبر ايدياز مثلا او بروجكت ايدياز، هتلاقي كتير قوي من البوست دي، كتير قوي فعلا، باي تكنولوجي تحبها، باي تكنولوجي تكتبها. ممكن تكتب حاجات جينيريك زي باك اند مثلا او فرونت اند بدل ما تحدد تكنولوجي. ممكن تكتب بروجكت ايدياز او سايد بروجكت ايدياز وخلاص، وعادي اي حاجه حرفيا هتكتبها او اي حاجه هتدور عليها هتلاقيها. بس انا بالنسبه لي البروسيس اللي انا بمشي بيه هي ليها بروسيس عادي، ان لما بيجي في بالي فكره بكتبها. اول ما يجي في بالي فكره اقوم كاتبها. طب هستفيد ايه؟ هستفيد ان انا لما يبقى في وقت ان انا اقعد افكر اشتغل في سايد بروجكت او قاعد زهقان او كده، او حابب ان انا انفست وقت في حل مشكله بتحصل لي، ساعتها هطلع النوت دي هلاقي ان كان في فكره جات لي ممكن اعمل لها امبلمنتيشن عادي جدا. ماشي في الشارع هطلع، جات لي فكره هطلع الموبايل واكتبها. قاعد في البيت بكتب، بذاكر حاجه جت في بالي فكره هكتبها. قاعد في الحمام بقلب في ميمز عادي هطلع الموبايل برضو اللي انا بقلب عليه في ميمز ده واكتبها. إيه اللي هيمنعني؟ عادي جدا. المهم ان في الاول والاخر في بقى يعني ناس بتقول لي طب الفكره دي اتعملت قبل كده مليون مره، يعني ما اكيد اتعملت مليون مره قبل كده يعني. انت مش هتطلع صاروخ ناسا مثلا هتطلعه القمر، انت بتعمل سايد بروجكت عادي ممكن يكون مليون واحد قبل كده عمله، ممكن يكون موجود في السيستم اللي انت شغال عليه. زي مثلا كليبي ده بروجكت كنت اشتغلت عليه فتره. عباره عن الكترون اب بيمانج الكليب بورد، بيمسح الكليب بورد، بيسيف الحاجات اللي فيها، بيبن وهكذا. الحاجات دي كلها موجودة في ويندوز 10 باي ديفولت دلوقتي، اقدر من خلال السيستم. بس انا كنت حابب حاجة ارميها بنفسي وتشتغل على كذا سيستم تاني مثلا، فعادي جدا دخلت عملتها. موجودة في اغلب الديستريبيوتورز بتاعت لينكس، وموجودة في دلوقتي في ويندوز 10، موجودة في غالبا نزلت في ويندوز 11، موجودة غالبا هتنزل sometime later في ويندوز 8 الخ. فعادي، هل ده منعني؟ لا ما منعنيش، عادي قعدت عملتها واتعلمت في حاجات اتعلمتها في البروجكت ده عادي. فعادي السوفت وير عموما، السوفت وير ساكس. خلي في بالكم الفكره دي ان الكود عموما، الابلكيشن اللي انت فاكره معمول ده، في ناس دايما في دماغها ان الابلكيشن ده معمول بكود كلين بقى ويا لهوي على الجمدان وبتاع. لا كلنا بنليس. كلنا بنليس. مش يعني لو انت حابب تعمل حاجه نظيفه اعملها. بس ما لو جت في بالك فكره وجت في بالك جمله ان انت مش هتعملها كويس، غالبا في حد تاني عملها احسن، لا انت كده حرفيا مش هتعمل حاجه. خلي الجمله دي ابعد بعيد خالص عن الجمله دي. طيب perfectionism دي برضو من ضمن الحاجات اللي لو خيروني ما بين اني اسيب اللاب مثلا شهر، هختار ان انا اسيب اللاب شهر. ما احبش ان انا اعيش مع perfectionism خالص تاني باي شكل من الاشكال. مش لازم الحاجه تبقى بيرفكت، مفيش برودكت حوالينا في العالم بيرفكت. عادي بفتح فيسبوك بلاقيه كله باجز اصلا بقى، ما بيعملش لود وبيقطع وبيلاج على 16 جيجا بايت في ميموري وبتاع حاجات كوميديا عادي يعني. وشركه من اكبر الشركات بخش على امازون اسيرش على حاجه يجيب لي ريزلتس لحاجه انا مش كاتبها اصلا عادي برضو يعني. في دايما هيبقى في مارجن اوف ايرور، وهيبقى في دايما كود متليس، سواء جزء صغير قوي او البروجكت كله، مش فارقه في تلييس في الموضوع. يعني مش شرط ان انت عشان تعمل سايد بروجكت، سواء عشان تتعلم او سواء عشان تبني سايد بروجكت لنفسك وهكذا، ان انت تعمله بريستين وان هو يبقى بيست براكتسز وبتاع. مش لازم الليله دي كلها. الموضوع حلو وان انت تتعلم البيست براكتسز، وان انت تتعلم سوري خبطت المايك، وان انت تتعلم ال الديزاين باترنز والحاجات دي. الحاجات دي كلها طبعا ريكوايرد في الشغل وهكذا. بس انت في سايد بروجكت يعني حابب تتعلمهم في سايد بروجكت اتعلم، حابب تخلص سايد بروجكت بسرعة خلصه بسرعة، ايه المانع طالما قادر. لو مش قادر اتعلم بعد كده هتقدر. انما فكرة ان انا لازم اعمل حاجة صح 100% من اول مرة، انت حتى يعني انت في بالك بتعمل الحاجة صح 100%، بس هي مش اصح حاجة، وفي دايما هيبقى في باترن احسن منها، وفي حاجة فيتنج اكتر منها وهكذا.
عشان كده في حاجه اسمها ريفاكتور. عادي، اتعلمت باترن جديده حابب تطبقها، روح على سايد بروجكت من البروجكتس بتوعك وشوف انت كنت عامل ايه، وريفاكتور شوف انت وصلت فين بتفكيرك ودلوقتي بتوصل لفين، وهكذا. بل الموضوع هيبسطك كمان، يعني هتلاحظ ان انت بتتطور او انتي بتتطوري مع الوقت. انا كنت عامل كود بطاطس، بقى دلوقتي بطاطس بالبيض مثلا، دي حاجه كويسه. بعد كده بقيت بعمل سباجيتي، بعد كده بقيت بعمل سباجيتي بالصلصه، موضوع جميل. بعد كده بقيتش بعمل سباجيتي خالص، بقيت بستعمل باترنز بقى من اول، من ستيب زيرو، وهكذا. دي حاجه جميله جدا. انما يعني انت لو بتتعلم ولسه في البدايه، فانت 100% الكود اللي انت هتكتبه هيبقى بطاطس. الريزلت اللي هتطلع هتبقى بطاطس، هيبقى مليانه باجز، هيبقى فيها عيوب. بس ده مش معناه ان انت ما تبدأش، وده مش معناه ان انت تدسمس افكار بتجيلك. طالما الفكره جات لك خش فيها، جربها، جرب شوف هتوصل فيها لحد فين، حتى لو انت واثق ان انت ما عندكش 100% من الخبره بتاعتها الريكوايرد ليها يعني. دايما هيبقى في يعني دايما هيبقى في حاجات تتعلمها من اي سايد بروجكت هتعمله، حتى لو انت 100% حافظ الحاجه اللي انت بتعملها. عادي، انا ببقى 100% حافظ الحاجه، بس بكتشف مثلا ممكن حد صاحبي يقول لي، او حد زميل ليا في الشغل يقول لي ان الحاجه دي ليها alternative كذا. هو الحاجه دي اللي انا عاملها صح 100%، بس في alternative تاني مثلا more fitting، او alternative ممكن اجربه، ممكن يكون بيعمل نفس الحاجه بنفس الاسلوب، بس هو alternative، فممكن اعرف ان في alternative، وهكذا. عموما في حاجه هتوسع مداركك، في حاجه هتعلمك اكتر، وهكذا. بلاش فكرة ان ده لازم اعمله كل حاجة صح، وهكذا. الافكار زي ما قلت، الافكار حابب تجنريت من نفسك، جنريت. حابب تعمل برين ستورمينج سيشن وتقعد لوحدك كده ساعة ساعتين بكتير، قدام وايت بورد او قدام ورقة، وتفكر تليست داون some ideas ممكن تجيلك، اهلا وسهلا، دي حاجة ممكن تعملها. حابب ان انت تمشي دايما بالموبايل فيه نوت للافكار، دي حاجة انا كنت بعملها في فترة. وهي يعني actually النوت دي، انا كان في مرحلة النوت دي كان فيها اكتر من 40 فكرة، ما عملتهمش كلهم. واضح جدا ان انا ما عملتش 40 بروجكت لحد دلوقتي. بس الفكرة ان انا لما بحب او بكون فاضي ان انا اعمل حاجة، بلاقي بروجكتس كتير عندي ممكن اشتغل فيها، ممكن احسن فيها، وبلاقي ليست فيها افكار انا اللي كنت مفكر فيها، حاجات حتى لو متكررة مليون مرة قبل كده، ما بدورش. انا بلاقي ان انا في فكرة هي مكتوبة، طب جميل تعالى نعملها، ليه لا؟ ما فيش حاجة هتمنعني من ان انا اعمل كده. وبس ده اللي انا حابب اقوله في الحلقة دي. ان شاء الله هحاول ابقى ابوست اكتر من كده شوية، و ان شاء الله الفترة الجاية احسن الكواليتي بتاعت الاوديو وهكذا. بس دي نهاية الحلقة، وحاول زي ما قلت اخلي الحلقات تبقى قصيرة من 10 دقايق لربع ساعة بالكتير قوي. وبس ألقاكم في الحلقة الجاية، شكرا لكم والسلام عليكم.